السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة لعبت جيم كالعادة. طبعا بقول النهاردة، هو مش النهاردة، هو من كام يوم، بس أنا كماني بطيء في التصوير بس. المهم جيم النهاردة هيخلينا تأتأ ومأمأ وفأفأ كده، بس ايه هيعجبكم إن شاء الله. خلونا نبدأ. أنا بدأ لأ، أنا الأسمر. ثواني، عايز أفليب ذا بورد. هو لعب اللاعب هندي اسمه مونا فاراثي تقريبا، من الهند. الهنود طبعا بخاف منهم قوي، وانا بلعب بالذات معاهم لانهم في الشطرنج حلوين يعني، دي حقيقة. المهم خلينا نبدأ. لعب E4، لعبت D5، لعب E5، لعبت E6، لعب F4، لعبت نايت E7، لعب G4، لعبت C5، هو لعب H3، لعبت نايت C6، لعب C3، لعبت D4. بهدد البون دوت. بعدين هو لعب اللعبة ديت C4، لعبت أنا F6، بهدد البون التانية ديت. كلت. لعب D3، لعبت F5، بهدد برضو البون ديت. لعب G5، تفادى الحرب يعني. لعبت H6، بهدد برضو نفس البون ده، لأن البون اللي طلع قدام كده أنا بترعب منه، لأنه في أي وقت ممكن يرقي الوزير. كلت بالبيشوب. لعب نايت F3، لعبت نايت B4، لعب نايت E5، لعبت نايت كوين A5، لأن كنت عايز أعمل فرق حلوة، بحيث لو لعب أي لعبة أطلع أنا بالنايت هنا، وأكون عملتله كش، ولما يتحرك أي حركة، هو طبعا مش هيعرف ياكل النايت، يتحرك أي حركة هاكل أنا بالنايت الروك، هبقى كده كسبت روك يعني. ولكن مش ده اللي حصل طبعا. لعب بيشوب D2، لعبت أنا بيشوب F4، كلت بيشوب F4، لأن الواضح إن الحاج دوت ما كانش محمي بأي حاجة. هو محمي يعني، هو محمي بالبيشوب ديت، بس أنا كنت عايز أحرك البيشوب دي أصلا. أنا كنت بساكرفايس بالبيشوب دي، ودي نقلة بريليانت بالمناسبة. النقلة ديت نقلة بريليانت، بحيث إن هو كان عارف إن هو ياكل وأنا ألعب اللعبة ديت، هو يتحرك أي حركة آكل. بس كان ده الهدف الأساسي يعني، بس مش عارف هي بريليانت كده ولا لأ، لو أنا طريقة تفكيري دي صح ولا لأ، بس ده اللي حصل يعني، أو ده اللي أنا فكرت فيه ساعتها. لعب النقلة ديت بيهدد النايت بتاعتي. هنا الخطة قربت تفشل بقى. لعبت أنا النقلة ديت لأن برضو النايت دوت ما كانش محمي، فكلت، وهو أكل بالبيشوب. دلوقتي هو معدلني بالبيشوب إنه ياكل الكوين، فالكوين أروح بيها فين، ولا أنا عملت إيه مش فاكر. أنا كلت بالبون، صح، كلت بالبون. بعد كده هو لعب النقلة ديت. لعبت أنا نايت C6، عشان أعمل إيه، معرفش لعبت النقلة دي ليه. بعد كده هو أكل، دلوقتي بيهددني. كلت،
ودلوقتي أنا عامل pin لل لل للنايت ده، مش قادر أتحرك في أي حتة. لعب النقلة ديت معرفش لازمتها ايه، بس هو لعبها يعني. عرفت لعبها ليه، لأن لو مكانش لعبها كنت ببساطة هاكل البون دوت وهدد الرخ. فهو لعب النقلة دي عشان يتفادى الحركة دي، بحيث لو أنا كلت هو هياكل طبعا بالنايت، وأنا خدت بالي من دي تقريبا. لعبت أنا النقلة ديت بشوب G3 بكش. لعبوا النقلة ديت، نزلت تاني. لعب روك A4 بيهدد الوزير بتاعي. لعبت أنا النقلة ديت، قلت بقى أبدل وزراء يعني، خلاص بقى يعني هفضل أجري بالكوين. لعبت النقلة ديت، أكل بالنايت بالكوين، كلت بالبيشوب وهو أكل. دلوقتي احنا تقريبا مش ايكوال، أنا عندي أفضلية طبعا. أنا معايا نايت ومعايا روك ومعايا بيشوب وروك تانية، وهو مع الروك ديت والبيشوب ده والروكيل بس هو عنده أفضلية في الاستراكشر بتاع البونز بتاعته، في العساكر بتوعه، لأن هم في تقريبا في نص رقعة، أو هم باست ودوت هو كمان. يعني هم يقدروا لو شغل دماغه يقدر يطورهم يعني الوزير. لعبت أنا النقلة ديت، بهدد البونز ديت تقريبا. تمام. نايت E5 ولعب روك A5 بيهدد النايت بتاعتي. عملت النقلة ديت كش، واتحرك بالكينج بتاعه هنا، وجيم طويل شوية. لعبت نايت G5 بهدد الباشا ده، بس برضه يعني لو كنت جبته كنت هجيبه على طول بالبشوب. لعبه النقلة دي بيهدد طبعا النايت بتاعتي. لعبت أنا النقلة دي بيهدد الروك بتاعته، رجع بالروك بتاعته لفوق. لعبت أنا النقلة دي بيشوب B7، قلت أنشط الروك وفي نفس الوقت أهدد الروك دي. نزل ده لتحت H2 روك H2. بعد كده بقيت من بعيد عشان أنشط برضو الروك بتاعتي ديت. لعبوا النقلة ديت بيهدد البيشوب بتاعتي، بس أنا بصراحة يعني كنت كده تقريبا، ولا أنا عملت ايه؟ ما فرقش معايا. قلت أطور بقى أمشي البونز بتاعتي، يمكن أطور واحد لوزير منهم، أطور واحد منهم لوزير يعني. لعبوا النقلة ديت كلت، بعد كده اتحرك بالروك بتاعته هنا، وانا اتحركت بالنايت بتاعتي هنا عشان برضو اتفادى اللي ممكن يحصل. لان هو لو انا اتحركت مثلا حركة عادية زي ديت مثلا، هو هيجيب وانا هجيب وهو هيجيب، فلس تقريبا الجيم هيبقى متغير تقريبا في الحتة دي بس، او طريقة تفكير الواحد هتتغير بقى. بس انا في الوقت دوت كان الوقت قرب يضيق عليا، وهو كان مع وقت بزيادة تقريبا من فرق 6 دقايق ولا 5 دقايق، وأنا كان تقريبا وصلت للدقيقة خلاص من كتر التفكير يعني. لعب H5 كده بقى عنده باست بون، أو البون اللي يقدر يطوره في أي وقت. لعبت أنا النقلة دي معرفش لعبتها ليه. روك G8. لعب H6 بيمشي البون بتاعته برضو. قلت أمشي أنا كمان البون بتاعتي بقى. بعد كده هو لعب النقلة ديت. لعبت أنا النقلة دي بدافع عن ثواني، بدافع عن البون ده والبون ده. لعبوا النقلة دي دلوقتي يقدر يجيبه بسهولة البون اللي أنا بدافع بيه، الدنيا تخرب طبعا. لعبت أنا النقلة ديت، هو أكل. ولعبت أنا النقلة دي فورك، جبت فورك كش، وفي نفس الوقت لما يتحرك هجيب الروك دي. هو أكل
البون دوت وانا كلت الروك كده. انا معايا 2 روك وهو معاه 4 بون وروك، وانا معايا 3 بونز. بس هو له افضلية طبعا انتوا عارفين هي ايه، ان عنده البون دوت يقدر يتحرك براحته، مش يقدر يتحرك يعني يقدر يطور بسهولة، وعنده البون ده والبون ده والبون ده. فلعبت النقلة ديت قرب، لعبت النقلة ديت قرب، لعبت النقلة ديت قرب، لعبت النقلة ديت قرب. لا مش قرب بقى، المفروض كان بيقرب بالبون تقريبا. ثواني، لعب هو كينج اف 7، لعبت النقلة ديت رجع بالكينج. كنت انا كان هدفي بقى ان انا اجيب ال البونز بتاعته، اضيق عليه على قد ما اقدر، وكنت بلعب بسرعة مش بفكر جامد. لعب هو النقلة ديت، كلت البون، لعب النقلة ديت، رجعت هددت تاني، نزل تحت، قلت احمي الروك التانية، لعب النقلة ديت عايز يجيب البون بتاعتي تقريبا ممكن تدور في اي وقت برضه. انا كنت بفتح اصلا البون ديت. بعد كده لعبت النقلة ديت، جاب، طلعت فوق بالكينج، وهو جاب البون الوحيدة اللي كان املي فيها ان هي تطور لوزير او تطور لوزير. لعبت النقلة ديت بهدد الروك، لعب النقلة الذكية ديت، نزلت لتحت، اداني كش، نزلت لتحت، اكل البون الاخيرة بتاعتي. هو البتاع البار بيقول ان في تعادل كده خلاص، بس مش عارف بقى. لعبت انا النقلة الغبية ديت، معرفش لعبتها ليه، بس كنت عايزه يتحرك بالملك بتاعه، الملك بتاعه مضيق عليا. بعد كده لعب النقلة ديت، طبعا سهلة، جبته كش طلع لفوق. والنقلة البلندر بقى، يعني هو جيم فيه نقلة بريليانت ونقلة بلندر في نفس الوقت. وكان الوقت ده عليا جامد بقى، ما فكرتش جامد ولعبت النقلة التحفة دي. ده بلندر خزعبلي طبعا، هو جابني، بس هو معرفش فكرت ازاي وجبت وعملت النقلة دي. انا كنت اقدر، ولا لا مش هينفع برضه. هو كان لازم اتحرك بقى، بس انا كنت مثلا اتحرك كده، هو يجيب كش مثلا، هرجع تاني لفوق. عنده بقى باست بونز بقى هيرقيها. المهم لعبت النقلة ديت وجابني بالروك كده. آه فضلت لوحدي بقى خلاص، قفلت على البون ديت ووقتي خلص. بس كان جيم بصراحة هو حلو، وطبعا خسرته كل حاجة بس اتعلمت منه جامد. الوقت، إدارة الوقت، ساعة لما يبقى عندك وقت ضيق، في هنا الذكاء الاصطناعي طبعا بيساعدني، بيقول لي ثواني، كتفي الوقت عدى، احنا وصلنا 13 دقيقة ما شاء الله. نصيحة كسلك تقريبا، هبقى اجيب صورته لو لقيته يعني. بيقول لك في المواقف المعقدة لا تطل او لا تطل التفكير في نقلة واحدة، بل وزع وقتك لضمان الوصول لنهاية الدور. انا كنت في البداية بفكر تقريبا 30 ثانية ولا اكتر في كل نقلة، لو لعبت النقلة دي إيه اللي هيحصل، لو عملت كذا ايه اللي هيحصل، طب هو ممكن يهددني ازاي. كنت بفكر جامد وضيعت وقت كتير في التفكير ده. وطبعا البدء السالك بتاعه اللي هو ال H7 اللي انا قلتلكوا عليه، اللي كان في النقطة ديت. بصراحة جيم حلو، اتعلمت منه كتير، وهاخد بالي المرة الجاية ان اوقف البيادق السالكة، و يبقى عندي سرعة في طريقة في النقلات يعني. ما فكرش كتير، مثلا احط هدف مثلا 20 ثانية، ما فكرش اكتر من 20 ثانية، لان الدور اللي بلعبه 10 دقايق. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.